عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور. دايما مصرين مسعودين إلى قبر الرسول زائرين. أستحلفكم بالله لايكات على قد ما نقدر لهذا الفيديو. معنا أخبار الأستاذ محمد شبانة، وهو بيقول الخطيب يمنع من السفر إلى أمريكا وعدم حصوله على التأشيرة، والزمالك بيحاول يفاوض لاعب من لاعبي الأهلي. وأخبار مهمة في هذا الفيديو، كل ده هنتعرف عليه من الأستاذ محمد شبانة، وحصري لأول مرة، وأخبار عن النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي وما يدار في الكرة المصرية. هو ليه الكابتن الخطيب ممنوع من السفر لأمريكا؟ ده سؤال بيفرض على السوشيال ميديا. وليه أمريكا رافضة تدي الكابتن محمود الخطيب التأشيرة؟ سؤال على قائمة ايه الخطيب؟ مش فاهم. في ناس فرضت هذا التساؤل على السوشيال ميديا، وفي ناس صدقت هذا التساؤل، وفي ناس بدأت تزيد في هذا التساؤل، خصوصا ان الكابتن خطيب اعتذر عن انه يبقى موجود مع البعثة من الاول خالص، يعني لدرجة ان في ناس رجعت تاني تتساءل على السوشيال ميديا. لازم الكابتن الخطيب يرد يقول لنا هو ليه ممنوع من السفر ده. طبعا حاجة ضرب من ضروب الخيال، مع انه الاهلي اعلن وقال ان الكابتن الخطيب يعني الدكتور نصحه ان هو ما يسافرش الا لما يجري فحوصات طبيه، وده اللي بيعمله، والمفترض يسافر اليومين الجايين دول. ما اعرفش انا حكايه ممنوع من السفر دي. كان في زمان مسلسل اسمه ممنوع من السفر. ممنوع من السفر حتى عشان يقابل ميسي، هم اساطير مع بعض ولا ايه؟ الاساطير يقابلوا بعض عادي يعني، ماشي. لما قعدت افكر كده وقال لك الزمالك بيفاوض بيرسي تاو، بص بقى، كل الكلام في الفكر بتاع صفقات الزمالك والايهام اللي عند البعض، انا بقولش ان الزمالك بيفكر كده، لكن الوهم اللي البعض عايشه ان ازاي الزمالك هيعمل صفقه من الاهلي يرد بيه على صفقه زيزو اللي عملها الاهلي من الزمالك. اخر عصر الحاجات دي ايه بقى السبب؟ ما بتتردش في يومين. ده انتوا شوفوا موقف عبد الله السعيد بقى قد ايه بيترد لغايه النهارده. ده عبد الله السعيد ده من سنه كام؟ مش عارف 2020 ولا 2021 حاجه كده يعني، ولا 19 كنا كام مش عارف، مش فاكر والله. لغايه النهارده بيترد. بدأ الرد عليه بعدها بسنتين. الحاجات دي بتستوي على نار هاديه. انما تقول لي اصل الاهلي عايز ياخد علي معلول، اصله عايز ياخد عمرو السوليه، اصله بيحاول مع بيرسي تاو، اصله هيخش على محمد شريف، اصله عايز ياخد عبد القادر، احمد عبد القادر، الله. مش عارف. طب وهل في ده اي صفقه في دول هترد على زيزو؟ طب عبد القادر مرتبط بعقد مع الاهلي، مع معلول كبر وما عنده مشكله، السوليه مش عشان كبر، بيرسي تاو الاهلي اللي سايبه ليه بقى؟ عشان كان خلص مع زيزو في نفس الناحيه. افتكر الاهلي ساب بيرسي تاو في شهر ايه؟ في شهر يناير. وقعدنا نقول يا معقول الاهلي يسيب بيرسي تاو دلوقتي؟ ما كان عقده ينتهي من نهايه الموسم ويمشي ببلاش. فالاهلي قال لك اللي يجي منه احسن منه ولا ايه؟ كان باقي سنه في عقده تجدد بموافقه الطرفين. فقال لك هنجددها ولا مش هنجددها؟ يا عم اللي يجي منه احسن منه. اتاري ناحيه اليمين بتاعه الاهلي اللي كان فيها بيرسي تاو، كان شغال فيها مع طاهر او مع حسين الشحات، اتاري متسكن فيها زيزو واحنا ايه؟ مش دريانين. وقاعدين نتهم في كولر ونتهم معرفش في مين ساعتها يعني. لكن اتاري بقى هي متبرمجه على مين؟ على احمد مصطفى زيزو. احمد مصطفى زيزو صفقه من العيار الثقيل، لكن برضه مش كل نفس ياخده نكبره. واحد لعب ماتش ودي 35 دقيقه ولا 30 دقيقه وشاط بينالتي. لغايه النهارده يا سلام على الشخصيه، يا سلام على القوه، ويا سلام على قوه. هو الواد نفسه في تصريحاته امبارح احمد زيزو
قال يا كابتن سعيد زيزو، قال انتوا مكبرين المواضيع، المواضيع ابسط من كده بكتير، دي بينالتي يعني هيلا بينالتي شطها يعني لما اتسال وان انت دخلت وكان عندك الجرأه، وهل هم بقى اللي طلبوا منك ايه يا جماعه في ايه؟ ده هيلا ضربه جزاء في ماتش ودي وملهاش لازمه كمان، ده احنا كنا اتعادلنا لكن بيعملوا ضربات جزاء، قال يعني ده كسب ولا ده كسب في ماتش ودي ملهاش لازمه يعني، ده هيلا بينالتي. فبيقول لك انتوا مكبرين الموضوع جدا. ايه الموضوع يعني؟ اتاري بيرسي تاو مشي بسبب مين؟ زيزو. فريق الزمالك هل يعني بالعقل كده هل عمرو السولية هيروح يلعب سنه في الزمالك؟ اكيد لا. طب علي معلول هيروح يلعب سنه في الزمالك؟ على اعتبار ان الوكيل بتاعه ادوارد هو اللي هيمسك مدير التعاقدات في الزمالك، انا بقول لك اكيد لا. وحتى لو راح يعني دي ردا على صفقه زيزو معقول؟ احمد عبد القادر مرتبط، بيرسي تاو هيفيد الزمالك؟ هل هيفيد الزمالك وراح قطر 3 اشهر وبعد كده مشوه او 4 اشهر؟ ما اعرفش. قال لك اشمعنى السنغال لعب مع انجلترا في انجلترا وكسب 3، واشمعنى تونس لعب؟ اشمعنى المنتخبات لعبت ومالي وما اعرفش مين، اشمعنى المنتخبات دي لعبت واحنا مش قادرين نلعب الاجنده الدوليه بسبب محدش قادر يتكلم علشان الاهلي عنده كاس عالم للانديه، وده الاهلي ومين يقدر على الاهلي؟ الله. طب وكابتن حسام حسن فين؟ طب واتحاد الكوره فين؟ مين يقدر على الاهلي؟ هو كاس مصر كان امتى النهائي؟ هي الاجنده دي من امتى لامتى؟ عشان بس الناس اللي بتقعد تقول كلام والسلام. هو مش الاجنده الدوليه دي من يوم 2 ليوم 10 يونيو؟ مش دي الاجنده الدوليه؟ طب ده نهائي كاس مصر كان يوم 5 يونيو. هو عشان كده كان ميعاد كاس مصر 20 مايو اصلا، وبعدين اتقدم واتاخر ل5 يونيو بموافقه الطرفين. هات موافقه يا ابن ابوك وامك. فجابوا موافقه الزمالك وبيراميدز. خلاص فتاجل الماتش ل5 يونيو. ده نص الاجنده الدوليه من 2 ل 10. يبقى مش الاهلي لوحده، ما هو نهائي كاس مصر في نص الاجنده الدوليه لو تفتكروا يعني. بس ايه؟ كلام كاس العالم للانديه اللي موقفه الاجنده الدوليه، اللي مبوظه المنتخب ولا مبوظه حسام حسن وهي اللي عامله معرفش ايه ولا عامله ايه وعامله ايه وعامله ايه. ماشي مفيش مشكله، بس الواحد بيحب دايما ايه يوضح الحقائق في الحاجات اللي زي دي. طلع المهندس خالد مرتجي قال لك عمل رئيس البعثه لغايه ما يسافر كابتن خطيب، وهو قائم باعمال نائب رئيس النادي وهو امين الصندوق في نفس الوقت. بيقول لك احنا على فكره الميزانيه بتاعتنا 7.5 مليار جنيه. يا خبر ابيض، 7.5 مليار جنيه. قال لك منهم 660 مليون بيترموا البحر كده. ليه يا عم؟ قال لك اللعبات التانية اللي احنا بنلعب فيها، شوف دوري السله الاهلي البطل، دوري اليد الاهلي البطل، دوري الطايره الاهلي البطل، دوري كل ده قال لك صرف مفيش فلوس بتدخل. 660 مليون جنيه صرفينهم على اللعبات التانية ما دخلناش جنيه، زيرو. ورغم كده بنشتغل ليه؟ للمنتخبات المصريه، وبنشتغل لان احنا نفرح طول الوقت جمهور الاهلي. 660 مليون جنيه 660 مليون بيترموا كده، بيترموا البحر. ده كلام المهندس خالد مرتجي. وقال لك بس انا ليا طلب، احنا الميزانيه بتاعتنا، بص الكلام بقى كل ما هنقعد نسمع احنا بقى تلقيح الكلام ده، والكلام لمين؟ ليك يا جاره. وهقول لكم المناسبه اللي اتقال فيها الكلام ده. قال لك الميزانيه بتاعتنا واضحه وكل الناس بتشوفها وبتعرض وموجوده، واحنا بتوع الشفافيه كلها عندنا. ليه؟ مش بكيفنا حتى، ده بالاجبار، ده جهاز مركزي وفي مراقب حسابات والميزانيه بتطلع للجمعيات العموميه ولازم تتناقش ولازم في نهاية الفيديو لا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وأمن. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.